بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome back ليلا سيس فورس. هنكمل رحلتنا النهارده ان شاء الله مع التريل ميكس بتاعنا، ونكمل الموديول اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. فاحنا كنا في لايتنينج اكسبيرينس كاستمايزيشن، اتعلمنا حطينا كل اللي اتعلمناه من الباك اند والفرونت اند توجذر، وبدانا نبني سولوشن متكامل لشركتنا بتاعه السولار سيستم. النهارده هنكمل مع Customize Record Page Component، وان شاء الله نكمل رحلتنا مع الموديول ده. في اللايتنينج اب بيلدر كنا اتكلمنا ان انا في اب بيجز وفي هوم بيجز وفي ريكورد بيجز، فهنا مراجعه لما سبق دراسته في الريكورد بيجز. So when you log into Salesforce first time, that just the start you can customize قلنا personalize البيجز على مقاسك بالشكل اللي انت عاوزها بالنسبه للريكورد ده. It's object specific, record specific، بتبدا تكستمايز في البيج زي ما انت عاوز. Most of the pages using in Lightning experience such as home page و record page و Lightning pages زي ما اتعلمنا الكلام ده in more depth في Lightning app builder. Other page contents such the button, link, and action and the related lists that appear on the page are controlled with different tool called page layout. اتفقنا back in the days ان احنا في الكلاسيك page layout، وعندنا اللايتنينج اكسبيرينس اللي بنعملها بالاب بيلدر. فهنا هيبدا يتاتش بيز على البيج لاي اوت عشان تبقى عندك برضو الايه الخبره في الاثنين. The Lightning App Builder lets you control which component appear in the Lightning page, create custom Lightning pages, control which fields appear. ده الاب بيلدر، كنا بنقعد ندراج وندروب شويه components. The page layout editor control list of related lists, control which standard and custom buttons والquick actions. However دلوقتي برضو ممكن تعمل كل الكلام ده برضو في اللايتنينج اب بيلدر بان انت بتدراج ودروب rather than ان انت بتختار الريليتد كلها على بعضها. بتختار يعني احنا لو رحنا هنا وقلت له edit page هتلاقي ان الريليتد هنا ممكن ان انا اكون كمان انا هنا واخد كل الريليتد زي ما هو الكومبوننت اللي اسمه ريليتد list، وبالتالي هو controlled بالpage layout. بس انت في new way of doing things you can create drag and drop a component for a specific related list that you wanna make it visible هنا، انها تبقى ظاهره على الشاشه for a specific. فانت for a specific related list، فانت عندك الاوبشن ان انت تستعمل page layout still وتمينتين your related list، يا اما ان انت تستعمل اللايتنينج اكسبيرينس تبدا تاخد كومبوننت اللي هو بتاع اللايتنينج. حد عنده اسئله يا شباب؟ alright. ونفس القصه بالنسبه للباتنز والاكشنز. ففي الاكشنز برضو ان انت هنا عندك الاكشنز كلها عباره عن بالك، وبالتالي سنس انها بالك ان انت هتدخل هنا على اللاي اوت وتبدا تدراج ودروب. بس انت برضو يو كان ابجريد تو ا دايناميك اكشن. فكل حاجه فيها منها الطريقه القديمه ان انت تعملها بالبيج لاي اوت، في منها الطريقه الجديده ان انت تعملها عن طريق ان انت تابجريد لدايناميك فورم، دايناميك اكشن، كومباكت دايناميك، كومباكت هايلايت بانل اند سو اون. كل حاجه فيها منها القديم وفي منها الجديد. طيب فاتفرجنا هنا على البيج وشكلها ايه والريليتد والديتيلز وكل الكلام الحلو ده. create a custom lightning record page. تعالوا نفكر نفسنا بقى ازاي كنا بنكريت lightning page. Want to create energy audit record page just for her sales team so they can find the necessary fields related list اللي ليها. فهنجو على الاب launcher and select energy consultations. فده الاب اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، هليف ده خلاص، واقول له ان انا عاوز اروح للانرجي consultations. ومن الانرجي consultations هجو for ال energy audit tab، energy audit tab، وهopen الانرجي audits وهقول له edit page. هنا زي ما انتم شايفين ده لسه بيستعمل هنا الاساين بيج لاي اوت، بس انا عاوز هنا اعمل له ابجريد عشان يبقى دايناميك فورم. فابجريد ناو وهقول له نيكست وهقول له انرجي اوديت لاي اوت، بيسالني انهي لاي اوت اللي انا هابجريد منه، فعملها لي دايناميك فورم. طيب ستيب ثرو وكل الكلام الحلو ده and click finish and this is what we did. Click the audit notes field and drag it above the owner. فالاوديت
notes field واحط فوق الاونر. just drag and drop. drag type of installation كمان. type of installation هنا اهو. وسيف على كده ومتشكرين جدا. طيب بعد كده عاوزين نعمل ايه؟ عاوز يضيف related list، فانا ادي related. طيب انا ما عنديش غير related list واحده. طب عشان اعمل related list ايه اللي هيحصل؟ ما قداميش حل غير ان انا لو انا عاوز اخليها زي ما هي من غير ما ابدا ادراج واضرب السنجل related list، غير ان انا اروح للبيج لاي اوت. فهروح للبيج لاي اوت. طيب في البيج لاي اوت then energy audit layout scroll down للrelated list وعاوزني احط ايه؟ files. الفايلز ده اللي هو بيقلاو مي ان انا احط attachments لكل ريكورد. طيب هدخل تاني على البيج لاي اوت و يلا يا ابن الحلال. سيت اب وهعملها مانيوال، بس المفروض ان هو يوديني على نفس اليو ار ال. مشكله انتوا لسه سامعيني صح؟ يعني مش مشكله انترنت. يس شكرا. سيت اب يلا. الله شاكين. واحنا سيبنا ده وهقول له متشكر جدا. طيب الدنيا ريح شغاله اهي. اوكي سيت اب edit page ومن ال edit page set up edit page لسه في سبان. هقفل خالص وارجع هنا ولانش the whole thing من الاول وهعمل كده وهدخل تاني على الانرجي اوديت هنا edit page ده اللي احنا كنا فيه، وبعدين كنا هنا في related وبعدين كنا هنا في related list وبعدين دخلنا على related list. يعني كل حاجه مبسوطه ما عدا البتاع we are stuck كده. here we go بدأ يفوق. حلو ماشي. فرجعنا اهو للريليتد ليست. ريليتد ليست كان هو عاوزني ادراج واضرب الفايلز. هسيف على كده واقول له يس. فكده عملنا ابجريد للدايناميك فورم وعملنا كمان ضفنا على خلينا الريليتد ليست زي ما هي ورحنا على البيج لاي اوت وضفنا الفايلز. ناو ان انا عاوز ارجع بقى تاني لللايتنينج ريكورد بيج بتاعتي في الانرجي اوديت وهقول له edit. ناو دي ابجريدد زي ما احنا شايفين ودلوقتي بقى عندي تو ريليتد ليست لان انا عملت لها اديشن من ضفتها على البيج لاي اوت. هاكتيفيتد و لايتنينج اب بيلدر كليك اديت ريكورد بيج فور سيلز كليك اكتيفيشن. وزي ما انتم فاكرين من المره اللي فاتت ان انا لما باجي اكتيفيت يا اما اكتيفيتها اورج وايد يا اما اكتيفيتد على سبيسيفيك اب يا اما على سبيسيفيك اب وريكورد تايب وبروفايل واز ريفرشر بروفايل سيرتن بيرسونا من الناس مجموعه من الناس حطيتهم مع بعض على البروفايل ده عشان يعملوا وظيفه معينه. طيب وبالتالي سيلكت هو عاوزني هو احطه بقى على سيلز بروفايل و but since you are logged in as a system admin we select that too. فعاوزني اروح هنا since انه عاوزني للسيستم ادمن بس وعاوزني الاب معين فانا هروح للسيلز. هروح على ان انا ديسكتوب اند فون ما عنديش غير الماستر ريكورد تايب الديفولت وعاوزني بس اخليها للسيستم ادمن
وهقول له نيكست وهقول له سيف على كده. بس كده خلصنا. كليك باك. فكده بقى المفروض نشوف التو فيلدز اللي احنا عملناهم، energy consultations والenergy audits، ولو فتحت ده المفروض الاقي هنا الثلاثه بقى موجودين. كده خلصنا الريكورد بيج. alright، هو عاوزني اعمل ايه عشان نخلص هنا؟ نروح على الكونتاكت، ابجريد لدايناميك فورم. فان انا هروح اهو من السيت اب، اوبجكت مانجر، كونتاكت لايتنج ريكورد بيجز. ما عنديش اي لايتنج ريكورد بيجز لو انا ما عملتش، فيا اما كريت نيو يا اما ان انا اسهل لي لا انا هروح هنا اهو للكونتاكت وافتح اي كونتاكت، ومن الكونتاكت هقول edit page هيفتح لي الديفولت لايتنينج بيج. عاوزني ابجريد لدايناميك فورم، فاروح للديتيلز واقول له ابجريد ناو واقول له نيكست. اقول له من الكونتاكت لاي اوت upgrade from dynamic form use the contact layout as a source. بعديها remove الفاكس والاذر فون والهوم فون، فهو مش عاوز الهوم فون والاذر فون والفاكس. remove the notes and attachment related list، فاحنا هنسيب على كده. وعشان اريموف النوتس والاتاشمنتس هعمل ايه؟ هقول له not yet for now. هروح لهنا على البيج لاي اوت، ومن البيج لاي اوت هروح على الريليتد ليست. تمام، هو مش عاوز النوتس والاتاشمنتس اهو، وعاوز الفايلز، احط له الفايلز و save and activate. سو هسيف ده، حلو قوي. وهرجع تاني للكونتاكت ريكورد بيج save and activate org default. فاقول له activation assign org default desktop and phone save and we are good to go. حد عنده اسئله؟ عاش كلام. كده خلصنا ان شاء الله، اذا ما اشتكاش مننا خلصنا الريكورد بيج. ناو ايه اللي بعده؟ custom buttons and links. قلنا الكاستم buttons and links بتخليك تعرف تروح من البيج اللي انت فيها لاي يو ار ال، سواء اليو ار ال ده عباره عن google.com وبتدي له بارامتر اسم الاكونت اللي انت واقف عليه فيفتح لك سيرش ريزلتس للاكونت، جوجل مابس، انت باني كاستم فيجوال فورس بيج بسيلز فورس انت عندك وعاوز تروح لليو ار ال بتاعها، حتى عامل فلو والفلو مديك يو ار ال، فان انت ممكن تبدا فلو عن طريق اليو ار ال اللي هو مديهولك. عندك فايل انت حطيته عندك في الاكونت، وده شويه انفورميشن عن الاكونت، وعاوز لما ادوس الزرار ده يفتح لك الفايل ده. اي حاجه تخليك تخرج من الكونتكست بتاع السيلز فورس بيج اللي انت فيه لان انت تروح حته ثانيه، هتحتاج فيه كاستم باتن او كاستم لينك. وده اللي هو هنا بيقوله في الكام باراجراف دول بالظبط، ان انت عندك اهو سيرش هتبصي له اكونت، ان انت ممكن تروح لجوجل، تروح لفيجوال فورس بيج، تروح لكمباني انترنت، كاستم بutton وكاستم يو ار ال. طيب ايه انواع الباتنز اللي موجوده؟ ان انت يبقى عندك ليست بutton، فان انا لما هاجي هنا اهو واروح تاني للانرجي اوديت واروح هنا اهو للريليتد، هتلاقي عندي باتنز ممكن تتحط هنا بحيث ان انا اعرف اعمل حاجه بالنسبه للريليتد ليست. طب ايه كمان؟ ممكن ان انا يبقى عندي باتن هنا على البيج ليفل اللي هو الديتيلز ليفل، هيبقى بتبقى موجوده هنا في الكلاسيك كمان. طب ايه كمان؟ ان انا ممكن يبقى عندي يو ار ال هنا اقول له روح للحته معينه، وهنعمل الكلام ده كله مع بعض. alright create a custom list button. You have read what they can do, now find how to create one.
for each type you must define an action that occur. يبقى مع كل تكة زرار هيعمل حاجة معينة. A custom list button is a button that you can add to a related list. اتفقنا ان انا عندي related list وان انا عاوز اضيف ليها button عشان اعمل حاجة معينة. You can add the button to that object related list when they are related. For example, earlier in this module, you entered audit information for this specific account. When you view this account, Genie point, فتعال نروح لاكونت اللي احنا عملنا له وهجو على related list. When you view this, the click related tab and scroll end of the record لحد ما توصل للenergy audits. فاحنا عندنا هنا المفروض energy audits. كل اللي انا عندي دلوقتي عندي بutton واحد يخليني اعمل new energy audit. ولما بعمل كده هو باي ديفولت هو عارف ان انا واقف جوه الاكونت اللي اسمه بيرلينغتون، فعمل لي باي ديفولت ان انا بعمل الريكورد ده ريليتد لبيرلينغتون. منطقي. طيب انا عاوز اعمل بقى نيو بutton يبان لي هنا جنب النيو ده. طيب فهنعمل فايل، هفتح كده وورد دوكيمنت وهقول له new blank my test file وهقول له فايل save as desktop وهقول له my خلاص هو my test file على الديسكتوب. حلو قوي. وعاوزين نروح على الفايلز فهجو على الكليك فايل تاب. So find and select from the app launcher go للسيلز اب هنا اللي بيقولوا وهجو للفايلز ومن الفايل هقول له upload هقول له my test file. Once I did this انا ممكن اجي هنا واقول له ايه؟ اعمل لي public link وهو ده اللي هيقول لنا نعمله هنا. طيب فهابلود الفايل اللي عندي click for the file you just uploaded and select share يعني او ما اعمل كده وهو عاوزني اعمل share. طيب بعد ما هعمل share click the create the card next to who can access to expand the section who can access وهبدا هنا اعمل public link. تمام. فان انا ممكن اكريت public link وممكن اخلي له كمان هو هيبقى public لحد امتى and so on. فلي لينك. ناو هرجع تاني بقى للانرجي اوديت وعاوز اعمل نيو بutton. النيو بutton ده هسميه حاجه معينه فكوبي لينك ده خلاص بقى معانا خليه حتى هنا اهو عشان يبقى معايا وهرجع لسيت اب اوبجكت مانجر انرجي اوديت ومن الانرجي اوديت هلاقي buttons and links and actions. new button or link هسميه audit guidelines. هو عاوز ان انا لما هجو على البتاع ده يفتح لي الدوكيمنت ده فيوريني الاوديت جايد لاينز لهذا الاوديت. حلو الكلام. طيب انا عاوزه يبقى ايه؟ في اهو ديتيل بيج لينك ولو عاوز تتفرج عليه هو بيبقى موجود ازاي. ادي ديتيل بيج لينك بيبقى لينك موجود جوه ديتيل بيج او ديتيل بيج بutton واتفقنا ان هو هيبقى الباتنز اللي فوق او في الاخر اللي احنا بنعمله اللي هو الريليتد ليست باتن وكل دي سكرين شوتس من الكلاسيك هنشوفها دلوقتي في اللايتنج. فانا عاوز اعمل ليست باتن وكل اللي عاوز اعمله دلوقتي ان انا احط اليو ار ال اللي معايا تحت بعد ما اشيل كل ما هو قبل الدومينز. فهو الجنريتد لينك بيبقى حد هنا قال لك اول سلاش شيلها وده مش عاوزينه فارجع هنا كده اخد من اول هنا لحد هنا مظبوط. اخدها من هنا حلو كده فهرجع هنا وخلاص يو ار ال وهحط له اللينك ومتشكرين جدا على كده. فطبعا بقى زي ما احنا اتفقنا ده ان انت ممكن تحط فيلدز فبعد شويه نحط جوجل وبعدين نقول له الاكونت ينفع تحط فانكشنز نفس الاديتور الفانكشن اديتور اللي كان موجود في الفورمولا فيلدز والفاليديشن رولز والكلام ده بس سي. فعملنا نيو لينك هيوديني عليه. طيب انا كده عملت كرييشن للبutton
بس لسه ما حطيتوش على اي بيج لاي اوت. فده هيبقى النكست ستيب. دلوقتي بقى انا عاوز في الاكونت، لما اروح على الاكونت واروح على الانرجي اوديتس يبقى عندي البutton ده ظاهر. فيقول لي بقى ارجع تاني على الاوبجكت مانجر، هروح على الاكونت، هجو على البيج لاي اوت، الاكونت لاي اوت. تمام. طيب فين الريليتد؟ اسهل حاجه ان انت تكليك هنا فهو هيوديك. احنا بنتكلم على الريليتد ليست بتاعه الانرجي اوديت، وهتلاقي هنا الرانج ده، هتلاقي تحت الباتنز هتلاقي الباتن اللي احنا لسه عاملينه، هقاده وهقول له اوكي وهقول له سيف، وكده عملنا كل اللي هو مطلوب. فروحنا للبيج لاي اوت، نزلنا للاكونت لاي اوت. يبقى انا عاوز في الانرجي اوديت احط باتن، الباتن ده لما ادوس عليه يفتح لي الوورد دوكيمنت اللي انا عملتها. فعملت الباتن على الانرجي اوديت، بس انا عاوزه يبان في انهي ريليتد ليست؟ عاوزه يبان في الريليتد ليست اللي تبع الاكونت. فرحت للاكونت للريليتد ليست، قلت له ضيف لي الباتن اللي انا لسه عامله للانرجي اوديت، وسيفت على كده. طيب تعالوا بقى نرجع تاني ل انرجي كونسلتيشنز، وهجو للانرجي اوديت. انا دلوقتي في الانرجي اوديت هروح للاكونت، بس انا بقى متوقع دلوقتي لما انزل للانرجي اوديت بقى كان عندي نيو، بقى دلوقتي عندي نيو واوديت جايد لاينز. لما هدوس الاوديت جايد لاينز هيوديني لليو ار ال اللي انا حاطته له، اللي هي الوورد دوكيمنت اللي هنا. سو فار سو جود. بس ان ناتشل يعني لو رجعنا 50 خطوه ورا، كل اللي احنا بنعمله ان احنا يبقى بقى عندي يو ار ال، اليو ار ال ده ممكن يبقى كاستم بيج، اليو ار ال ده ممكن يبقى وورد دوكيمنت موجود في الاورج، اليو ار ال ده ممكن يبقى حاجه ثانيه. المهم هدوس الزرار هيعمل لي حاجه. سنس ان انا جبت سيره الفلوز، فزي ما انت هنا ممكن تطلع فيجوال فورس بيج او تطلع البتاع، نفس القصه في الفلوس. لو رحت للفلوس واي اوبنت نيو فلو وهقول له ستارت فروم سكراتش، وهقول له سكرين فلو، هقول له كرييت، وهقول له اهو سكرين، وهقوم حاطط اي تشيك بوكس او حتى اسميه بس عشان تيست سكرين، وهقول له اي بي اي نيم، وهقول له دان، وهقول له سيف، وهقول له تيست فلو. سيف بقى عندي فلو اهو، واكتيفيته، وهرجع ورا هنا وهجو للتيست فلو اللي انا لسه عامله. لما هعمل كده هلاقي فيو ديتيلز اند فيرجنز. لو انت اكتفلي وركينج هتلاقي اليو ار ال. اليو ار ال ده ممكن تاخده تحطه في بutton، وده هنتعلمه ان شاء الله لما نبدا نتعلم فلوز ونتعلم. بس انا يعني باعتبارنا ان في البutton عاوز يو ار ال وعاوز تانيشيت كاستم ثينج، فده برضو since انه يو ار ال you can kick it off from a button. ماشي الكلام. حد عنده اي اسئله يا شباب؟ so far so good. تمام التمام. create a custom detail page link. احنا اتعرفنا على الريليتد بutton، انا دلوقتي بقى عندي في custom detail page link. طيب هجو على الاكونت وهروح اقول له جوجل this account. فهجو هنا اهو object manager account، من account buttons and links، وهقول له new button or link. المره دي انا عاوز detail page link، فهجو على detail page link وهسميه ايه؟ جوجل this account. and when I do that انا كل اللي انا محتاج اقول له جوجل وبعديها سيرش، وبديله انه يدور على الاكونت نيم. فانسرت لو انا حطيت كده اهو طلع لي الاكونت نيم، فبقول له اهو اعمل لي اليو ار ال اللي هو الثابت في جوجل، وبعديها ببصيله الاكونت نيم اللي انا عاوز اسيرش عليه. تمام. كليك كويك سيف. خلاص بقى عندي جوجل بيس اكونت. طيب نفس القصه، انا عملت اللينك او عملت الزرار، لازم ادخل بقى على الاكونت لاي اوت، وهدخل على الكاستم لينكس واقاده. فهدخل على البيج لاي اوت، اكونت لاي اوت، ومن هنا هلاقي كاستم لينكس، واحنا مش سيبنا جوجل ذيس اكونت. فانا هرجع هنا
تاني لو انا ما سبتوش لاي سبب من الاسباب Google this account and it's in here ومية مية المفروض حلو الكلام. وهو هنا بيقول لي جو على البيج layout وفروم custom links category account layout ومن الاكونت layout custom links. I was expecting to find it in here زي ما هو بيقول لي ما بخترعش. هو انا عملته بutton مش لينك، انا عملته custom button. اوكي button and links Google this account وانا عملته ايه وهو كان قايل لي ايه detail. انا عملته button. اوكي detail page link save. تمام. lightning record ارجع تاني للبيج layouts account layouts custom links. now Google this account هتيجي تحطه هنا في الكاستم links save زي الفل. هرجع هنا تاني للاكونت anyway ادي بريلينغتون. ارجع للاكونتس بريلينغتون ديتيلز. المفروض باين عندي الكاستم لينك اهو هتلاقيه تحت. لما جوجل ذيس اكونت هيقول لي ان انا هروح على السيرش ريزلت وخد الكويري اهو وحطه في الجوجل سيرش. تمام التمام. عملنا كل الخطوات دي وشفناها على البيج لاyout. كريت كاستم ديتيل بيج بutton المره دي نفس القصه بس بدل ما هيبقى هايبر لينك هيبقى نيو بutton. فهجو على الاكونت وهقول له المره دي نيو بutton اور لينك بس المره دي هيبقى ديتيل بيج بutton اللي احنا عملناه باي ميستيك المره اللي فاتت. فهجو في الاوبجكت اكونت buttons and links new button or link ومن new button or link ان انا هدخل على detail page button هسميه map location. المره دي يوديني على جوجل ماب detail page button وهاخد اليو ار ال ده بشويه بقى. هو حاطط لي اهو شويه merge fields كتر خيره. هحطهم هنا اهو وهقول له save. as soon as I do that هرجع تاني بقى اهو للاكونت layout نفس القصه page layouts account layout ومن الاكونت المره دي هدخل على الباتنز وهقول له كان اسمه ايه ماب لوكيشن. اجيب الماب لوكيشن واحطه. طيب عشان احطه ان انا بدراجه فين في حته الاكونت ديتيلز كاستم باتن اريا. فين الكاستم باتن اريا؟ انا متهيألي ان احنا بنعمله هنا. فين هنا. اوكي كاستم باتن هنا ده للاكشنز. فهسيب على كده. انا طبعا حطيت اكشنز كتيره دلوقتي بس ده هنحتاجها المره الجايه anyway. حطينا الماب لوكيشن وبالتالي لما هرجع كده للاكونت هنا وهقول له سيف وارجع تاني للاكونت بتاعتي ارجع هنا inspect just in case شيل لي كل الكاش. ارجع هنا اهو المفروض لا كان اسمه ايه تاني ماب لوكيشن حد شايفه؟ ماب لوكيشن. انا حطيت شويه حاجات كتير. inspect empty cache كنا حطيته على الاكونت هنا اهو. ربنا يكرمه ان شاء الله يطلع. بس انا لو حطيت اروح بس اتاكد من ان انا حطيته على البيج لاي اوت فهجو على الايديت اوبجكت وهجو على البيج لاي اوت وهجو على الاكونت لاي اوت
وهجو تاني على الباتنز وهقول له ماب موجود خلاص تحت اهو في الاكونت ديتيلز كاستم باتنز، هو الكاستم باتن الوحيد اللي موجود على البتاع. ماشي، حد عنده اي اسئله؟ هو المفروض هيظهر بس تلاقي بقى كاش ولا هتلاقي اي حاجه. لو كده هنروح على الكونتاكت اوبجكت نعمل نفس القصه جوجل انفورميشن. فهجو اهو على الاوبجكت مانجر، والمره دي بقى هروح على الكونتاكت، ومن الكونتاكت هروح على البutton links وهقول له نيو button link اسمه جوجل انفورميشن، ده النيو button اللي هو عاوزني اعمله. و the custom button opens a link to this guy، واد الكاستم button على الكونتاكت لاي اوت. وبالتالي this is detailed page button and this is the URL they are looking for and I will say quick save. وهجو على البيج لاي اوت بتاع الكونتاكت لاي اوت، ومن الكونتاكت لاي اوت هجو على الجوجل انفورميشن now جوجل انفورميشن وهقول له كويك سيف. لما ارجع دلوقتي للكونتاكت المفروض بقى ان احنا نشوفها، بس على الاقل نبقى متاكدين ان احنا عملنا الخطوات صح. فجوجل انفورميشن البطن ظهر تمام التمام. checked the challenge and we should be good to go. فتعلمنا 3 حاجات، ان انا ممكن يبقى عندي related list button، ان انا ممكن يبقى عندي detail page button بنشوفها فوق، وده انا ممكن يبقى عندي custom URL and we made it. Alright, the next one is related لل quick actions. quick actions ان انت عندك زرار عاوز تدوسه يعمل action. يعني ايه نعمل اكشن؟ يعني انا ممكن ابقى زي ما كنا اهو على الكونتاكت او على اي ريليتد ليست واقول له نيو، ده از اكشن. نيو اكشن هيعمل ايه؟ هيفتح لك بيج تدخل شويه تفاصيل وهو عارف ان انت في الريكورد اوبجكت كونتكست، فعمل لي ديفولت الاكونت. ممكن اقول له سند ان ايميل، ممكن اقول له لوج ا كول، لوج ا تاسك. طيب ايه انواع الاكشنز؟ نوعين: اوبجكت سبيسيفيك اكشن زي ما احنا كنا شايفينها هنا، ان انا هنا object specific action بعمل new opportunity وعارف انا فين، يا اما حاجه اسمها global action اللي هم هنا، ان انا مش في كونتكست معين، بس انا عاوز اقول له new opportunity. هتلاقي الفرق في الاكسبيرينس is different. هو كمان مش هيديترمن انا واقف في انهي ريكورد، هيعمل لي generic opportunity. انا ساعتها هسبيسيفاي which record I need to associate it to. فهتلاقي هنا اهو عمل لي، ما قاليش انهي الاكونت، هو ما يعرفش انا في انهي اكونت، فبيقول لي سيرش اكونت. انا ممكن اسيرش على الاكونت اللي انا عاوزه، بس ده جلوبال. ففي فرق ما بين ان انا بقول له نيو من النيو اوبورتونيتي في الجلوبال اكشن is not object aware، هو ما يعرفش انا فين، يا اما ان انا اقول له نيو على الاوبورتونيتي من هنا، فانا دلوقتي ده object action. فتعالوا بقى ندخل على الكلام ده بالظبط. Action let user quickly do tasks such as create record, log a call, send an email, and all of these great stuff. طيب object specific action have automatic relationship other records and let user quickly create or update records. زي ما احنا شفنا هو automatic relationship. لو انا رحت على الاوبورتيونيتي دوست على الاكشن اللي انا واقف فيه جوه الاكونت، فيبقى عارف ان انا بريليت الاوبورتيونيتي دي للاكونت ده. If a user create a contact with that action on the detailed page for that account، هو هيحط لي الاكونت زي ما احنا كنا لسه بنقول. There are several types of object specific action. انا ممكن اكرييت ريكورد زي ما احنا كنا بنعمل كرييت اوبورتيونيتي، ممكن ابديت ريكورد، ممكن الوج ا كول، ممكن اعمل كاستم اكشن انه يفتح لي فلو زي ما احنا شفنا ان انا عندي اليو ار ال بتاع الفلو، ممكن اخد الفلو يو ار ال، او ان انا عندي كاستم فيجوال فورس بيج او لايتنج كومبوننت. اي حاجه بيو ار ال انا ممكن اعمل لها كاستم اكشن عشان توديني. اخر حاجه ان انا ممكن اسند ايميل، بس ده فيري سبيسيفيك للكيس اوبجكت. On the other side this is object specific، ده global action اللي احنا لسه شايفين from the top in here على البلس ده، فده الجلوبال action. طيب they are called global actions because they can be put anywhere. Use global action to let user log a call details and so on.
global action live in a special layout. انا فين هتشوفها؟ هتلاقي فيه، هنتعلم حاجه مع بعض اسمها global publisher layout. هو ده اللي بنتحكم فيه في ايه الاكشنز اللي طالعه لي في global action. is not associated to an object. زي ما احنا قلنا it's not an object aware. انا هفتح وهيقول لي انت عاوز تحطه فين. user can access global action menu by clicking ده في الهيدر البلس اللي احنا لسه دايسين عليه. There are more types of actions هنتعرف عليها بعد كده. Create an object specific actions. Let's put it in action here. There are already some actions in the highlight panel on energy audit checkers اللي هم دول كلهم actions او buttons. فانا هروح على الاكونت وهقول له نيو اكشن. طيب هجو اهو على الاكونت واقول له edit object، وهجو هنا على ال button links and actions وهقول له نيو اكشن. في انواع الاكشنز كتير، كل دي اكشنز. ممكن اقول له عن طريق فلو، ممكن اقول له طلع لي لايتنج ويب كومبوننت، لايتنج كومبوننت، ابديت الريكورد، نفس الليسته اللي هو قالها. بس فور ناو هقول له create a record and then I will select energy audit as the target object. يبقى انا عاوز اخد اكشن من الاكونت عشان يعمل لي new energy audit. enter the action label as new energy audit. وادي الليبل بتاعه بس، وهقول له سيف على كده. متشكرين جدا. طيب فيطلع لي الاكشن لاي اوت هنا. باي ديفولت هو بينزل لك الحاجات الريكوايرد، يعني you cannot create energy audit without those fields. ف it doesn't make sense لما تدوس new ما تلاقيش الفيلد اللي is required، otherwise انت مش هتعرف تسيف الريكوردز. فباي ديفولت هو بيحط لك كل الريكوايرد فيلدز وبيحط لك جنبيها asterisks. تمام؟ Each field on this layout has a red asterisk indicates its required field and so on. Required fields are added on action layout. If you remove a required field from an action layout, the user cannot successfully complete the action. ده اللي لسه قايلين ما ينفعش save a record. That means that user would not be able to create the energy audit record. Audit note and the type installation are fields that could be populated after audit record. فالباقي دول are not required. ف you have the option to drag it or you can say no. انا هسيف الريكورد وبعدين ابقى املى او ما املاش الريكوردز دي. سيف ات. اوكي نفس القصه، اي حاجه انا بعملها تبقى جاهزه بس مش هتظهر على الحياه غير لما ادها على البيج لاي اوت. طيب to make the new energy audit action available to user from account، لان احنا كريتناه من الاكونت بس انا عاوزه يكريت لي التارجت كان هو الاوديت انرجي اوديت. فهجو على الاكونت بيج لاي اوت وبعديها هبدا احطه. طيب فهجو اهو على البيج لاي اوت وهجو على الاكونت لاي اوت وانا كريت هذا الاكشن. يجي يقول لك بقى ان في نوعين، في الكلاسيك اكشنز وفي اللايتنينج اكشنز. الكلاسيك هتبقى باينه للكلاسيك، اللايتنينج هتبقى باينه لللايتنينج. كان في هنا رانش انا دوست او في هايبر لينك انا دوست عليه فطلع لي كل الاكشنز اللي افيلبل فور اللايتنينج اكسبيرينس. طب انا لو عاوز اضيف اللايتنينج اكشن اللي انا لسه عامله هقول له هلاقي النيو اكشن اللي انا لسه عامله اهو نيو انرجي اوديت. فهاجي احطه اهو في الاول عشان ما نتلخبطش. بس زي ما انت شايف في كميه اكشنز مبالغ فيها، فهو حتى هنا هيجي يقول لك ايه جول شويه منهم وقول له متشكرين مش عاوزين كل الهري ده. تمام، اقول له مش عاوز ده ومش عاوز ده. كل ما جاست دراج اند دروب هيطلعه فوق ايه تاني وهيسهل لك الليسته بتاعتك بس. وكليك سيف على كده، وبالتالي بقى عندي نيو اكشن اسمه نيو انرجي اوديت. وبالتالي لما هروح على الاكونت المفروض انه يرفع راسي والاقي النيو انرجي اوديت هنا. تعالوا نجرب اكونت، ومن الاكونت هدخل على اي اكونت فلقيت الحمد لله المره دي هو من غير اي كاشنج ولا حاجه نيو انرجي اوديت. هيفتح لي اليو اي اللي انا كنت عامله. هقول له تيست 5 هوبا سيف. I created a new energy audit من الاكونت. تمام.
يا شباب ادي النيو اكشن. اخر حاجه create new global action، فهانتر global actions في السيت اب. ده لو عاوز اعمل نيو جلوبال اكشن، سيت اب جلوبال اكشن، هتلاقي دي الجلوبال اكشنز اللي موجوده. You can create a new action. هقول له new action create a record على الكامبين اوبجكت، وهقول له نيو كامبين. فكريت ريكورد نفس الكلام. ايه اللي ممكن تعمله من هنا؟ كل الحاجات دي ينفع تعملها برضه. طيب ايه التارجت اوبجكت المره دي؟ كامبين اوبجكت. ايه الليبل بتاعه؟ هقول له نيو كامبين، وهقول له سيف. نفس القصه بالظبط اللي هي كانت في اليوزر سبيسيفيك هتلاقيها هنا في الجلوبال اكشن. نفس القصه كامبين نيم از ريكوايرد، و on the action layout remove مش عاوز البيرنت كامبين ومش عاوز and the الحاجات دي وات ايفر هو مش عاوزه خلاص ماشي. هاجي هنا واقول له مش عاوزه، وعشان بس لو ليها related task parent campaign expected revenue and campaign owner. campaign owner expected revenue and دول ادهم expected revenue والاونر. سيف على كده كده خلصنا القصه. طب هل ان انا عملت الجلوبال اكشن برضو بقى معناه ان انا لو رحت للكلاس دلوقتي هلاقيه؟ الاجابه طبعا لا. اي اكشن بتكريته لازم تضيفه على لاي اوت، وسنس انه جلوبال اكشن فان احنا هنروح المره دي بقى ايه على الببلشر لاي اوت. فهرجع هنا تاني واقول له هنا على الهوم ببلشر لاي اوت، ومن الببلشر لاي اوت ده الجلوبال لاي اوت، وهقول له ايديت هنا، وان انا بقى ممكن احط النيو كامبين بتاعي. ده كلاسيك ببلشر بس انا عاوزه في اللايتنينج. click the mobile lightning action category in the palette, drag new campaign. موبايل new campaign sorry. هنا اهو new campaign وهقول له save. فكده لو رجعنا تاني بقى ان شاء الله للسيلز اب ودوست هنا لقيت النيو كامبين بتاعي. I can احط النيو كامبين بتاعي عن طريق الجلوبال اكشن. حد عنده اي اسئله؟ تقدر خلصنا الديتيل البيج باتن، حطينا الريليتد ليست باتن، حطينا الديتيل لينك، رحنا على الاكشن، اتعرفنا على نوعين من الاكشن اوبجكت سبيسيفيك اكشن جلوبال اكشنز، وتعرفنا ازاي نغير اللاي اوت ونكريتهم والديفرنت كابابيلتي يو از ويل. هو خلصنا بيج موديول في التو سيشنز دول. سنس ان مفيش وقت كبير انا ممكن اخلص واحد كمان بسرعه. المفروض بقى ان احنا نبقى خلاص. كان ممكن اخد ده بس ده مش هيبقى بسرعه، يعني هاخد رباعيه نصايه. ده ممكن نعمله بس ده ممكن نعمله بسرعه. كويك ستارت لايتنينج اب بيلدر، ناخد ال 300 نقطه بتوعه وناخد one more badge. create your first page. احنا خلاص بقى بقينا اللايتنينج اب بيلدر محترفين، احنا ممكن ندخل الاب بيلدر سيرتيفيكت دلوقتي. if you haven't already logged in, if you are not already set up, click setup and let's create enter lightning app builder. in quick find click next app page هنسميها field sales app. يلا هنا setup lightning app builder. خلينا نكتب app builder نسوي lightning وهقول له new. هو عاوزني اعمل ايه؟ click new select app page هنا وحطيت اهو field sales app. click next and create new lightning page. select two regions and within the two regions say done. what are the components اللي احنا عاوزين نحطهم هنا؟ in the desktop drop down list خليها tablet portrait كده خليتها tablet layout. و from the canvas preview layout change from the standard single column to two columns. تمام. from the standard component هات لي list views. here we go.
ومن الليست فيوز انا عاوزه الاكونتس ماي اكونت 7 هنا account my accounts and عاوزه 7 click save and not yet save not yet. هل ممكن نكسر الريكورد في موديول؟ تعالوا نشوف. خلص وقتي كده عرفنا new app page من خلال الاب builder. next task from standard component menu recent items. هات لي recent items من هنا. in the property هات لي opportunities and leads. حلو الكلام. هقول له هنا select، هقول له مش عاوز ده، وهقول له عاوز ال ABCD opportunity and leads. ده اسمه مش سو اكيد هيبقى محتاج الاوبورتيونيتيز والليدز برضه. اوكي some label opportunities and leads. click opportunity and then select the leads. ده save it. fine. حلو الكلام. آخر step add quick actions and configure the page. In the right side click page to continue to configure the app properties, و at the bottom click select under actions. اوكي ادي. تعالوا بقى نتفرج على الكلام ده منين. in the right side bar click page. هنا ولا فين؟ فين click page. in the side bar click page to configure the app properties. at the bottom click select under actions. اوكي يبقى انا عاوز actions يعني وهو يا عم click actions. وايه كمان عاوز ايه under action click log a call. so log a call. here we go. and use the right arrow to add the quick action. Repeat for new case, new lead, new task. New case, new lead, new task. Okay. And then activate on the page setting type field sales app. For the app name, it should already be defaulted. Save. Activate. Field sales app. Leave all other default. In the mobile navigation tab, click add page to app and drag the field sales app and place it below today icon. Here we go. And that's about it. Save. Check out new app عن طريق ان انت هتروح على field sales. Done. خلاص سيبنا هنا field sales app and here we go, all the magic we did. Refine. And we made it ان شاء الله. تمام. I believe we are good for the day. المرة الجاية يا إما هنجو لل company wide org setting بيتكلم على اللوكال، بيتكلم على currencies وازاي تعمل multi currency and so on، يا إما نقرر إن احنا نجو for security
ونبدا بقى اليوزر اكسس والبروفايلز والبرميشن سيتس والبرميشن سيت جروبس والكلام الحلو ده. شكرا جدا على وقتكم، وان شاء الله انجوي ما تبقى من الويكند. enjoy your day ان شاء الله.